ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ربنا تبارك وتعالى كرم بني آدم وأعلى شأنه وجعله خير خلقه. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملنا ذريتهم في البر والبحر. وقال سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ربنا تبارك وتعالى وهب الإنسان العقل وميزه بمنحه الإرادة وأعطاه الخير وسخر له السماوات وسخر له الأرض وهيأ له السبل ليعيش فيها. هذا الإنسان معظم ومكرم عند الله تبارك وتعالى، ولم يتركه ربنا تبارك وتعالى سدى، بل أرسل إليه رسله وأنزل إليه كتبه من أجل أن يحقق الخلافة في الأرض بعلم وهداية وإرشاد. هذا الإنسان حرم الله عز وجل دمه، كافرا مسلما نصرانيا يهوديا، عصم الله عز وجل دمه. قال سبحانه: والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وربنا سبحانه وتعالى أيضا أوحى على نبيه صلى الله عليه وسلم أن دماء البشرية معصومة إلا بحق الإسلام. فكان من هنا حينما نرى ونسمع
نتابع الأحداث والوقائع في إقامة الحروب وسفك الدماء لأسباب قد تكون تافهة وقد تكون مقنعة وقد تكون ليس لها أي اعتبار، وقد تكون أيضا مقصودة في سفك الدماء والإكثار من الهرج والقتل. وهذه الشعوب تعاني وقد عانت من قبل ومن بعد، وواحد من هذه الشعوب هو شعبنا الإريتري. هذا الشعب العظيم عانى كثيرا من حروب كثيرة، وفقد الكثير من أبنائه بأعداد هائلة. ما من أسرة في إريتريا إلا فقدت عزيزا لها من أجل هذا الوطن. مشاهدي الأكارم، موضوعنا اليوم أسباب الحروب ودواعيها من منظور شرعي. هل تحدث الإسلام عن هذه القضية في المحافظة على البشرية وإحيائها، كما قال ربنا عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سنناقش هذا الموضوع بمحاوره التي أشرت إليها آنفا مع شيخنا وحبيبنا وصديقنا وقرة أعيننا الشيخ عبد العزيز عطا النصراي، فأهلا وسهلا به. حياكم الله شيخنا، الله يبارك فيك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن القول والعمل. شيخ عبد العزيز، أنت تتابع الواقع، حروب ها هنا وها هناك، حروب في أوكرانيا، حرب مستمرة في فلسطين، حرب مستمرة ها هنا وها هنا، مررنا بالربيع العربي، وأيضا مررنا بالحرب تيغراي وأثيوبيا وحروب كثيرة. نناقش هذا الموضوع ليس من الجهة السياسية ولا لنقر أي الفريقين أحق، وإنما هل تحدث الإسلام عن هذا الموضوع؟ خلق الله عز وجل البشرية، وكما استمعت في المقدمة لا أريد أن أكرر، كلمة حرب ماذا تعني؟ نبدأ بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإسلام ما ترك شيء إلا وتحدث عنه، ولا نعني به الإسلام هو إسلام الذي عرف الآن أو به المسلمون. الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق آدم إلى أن يفنى الناس، هو هذا الدين. إن الدين عند الله الإسلام، ولكن يختلف الناس، يختلف في الشرائع، فشريعة إبراهيم غير شريعة موسى، غير شريعة عيسى، غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تسليما أجمعين. والله سبحانه وتعالى خلقنا وأمرنا بالسلم وأن نرحم بعضنا بعضا، فلا سبب لقتل أحد إلا بحق شرعه الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق آدم. ولهذا السبب لما قتل قابيل أخاه هابيل لشيء نفسي أو لغيرة أو لشهوة دنيوية أو لحسد، شهوة لأنه يريد أن يأخذ أخته الجميلة، لحسد وشهوة، جعل عقابه كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ولد آدم الأول أن أي نفس تقتل فله وزرها. نعم، له، لأنه أول من شرع القتل. فانظر شدة هذا الأمر وشدة بؤسه
في شريعة رب العالمين أن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نكون مسالمين إلا فيما أحل الله لنا، حين تنتهك حرمات الله، حينما يقاتل المسلمون، يبدأ الناس يدافعون، أو لنشر الشريعة رفع الراية كما فعل الأنبياء والرسل لينشروا دين الله سبحانه وتعالى من لدن إبراهيم أو موسى وغيرهم، ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الأنبياء حينما قاتلوا يريدون إحلال عبادة الله سبحانه وتعالى في الأرض. وأما ما يفعله الناس اليوم من التوسع، لأن يريد ثروة في البلدان الفلانية، يريد ذهبا، يريد معدنا، فيذهب بجيشه يغزو تلك البلاد كما فعلوا الكفار في حروب كثيرة مضت، يغزو تلك البلاد ويقتل أهلها ويسبي شعبها ليأخذ ما عندهم من الخيرات، حسدا أن الله أعطاهم ولم يعطهم، أن الله أعطى هؤلاء، يسمونهم هؤلاء لا يستحقون هذه الخيرات أو لا يستحقون هذه الموارد التي عندهم، نحن نستحقها. ومن الذي خصك الله بهذا؟ ومن الذي أعطاك؟ لم يجعل لونك وعرقك سببا في تفضلك على غيرك. لهذا السبب الحروب شر وبلاء. ما منشأ الحروب كما ذكرنا؟ منشأها الطمع والكبر والحسد ومحاولة أخذ ما في أيدي الناس، أخذ ما في أيدي الغير، محاولة التسلط على الملك أو الوصول إلى الملك، وإذا ملك أهلك، وإذا ملك أهلك، كما فعل هولاكو حينما أهلك الناس وقتلهم قتلا من غير سبب إلا ليتوسع، وكان إذا دخل قرية لا يرحمها ويقتلها، كما قال تبارك وتعالى في الملوك: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. طيب، معنا على كل حال الحرب تعني يعني إقامة الحروب. الحرب هي بمعنى المقاتلة. أيوة، مأخوذة من الحراب، من السيوف. تحارب فيها أي تقاتل فيها الناس، تقاتل فيها الناس وتقتل أو تقتل. وردت في القرآن الكريم 5 مرات، وورد السلام في القرآن الكريم أكثر من 80 مرة. تعليقكم؟ هذا دليل على أن كما ذكرت في بداية حديثي أن الله سبحانه وتعالى يريد من الناس أن يتعايشوا بالسلم، أن يتعايشوا بالسلام، لا بالقتال، لا بالحرب. الحرب هذا حاجة لتثبيت شرع الله سبحانه وتعالى وتثبيت أوامره، أو لمن خرج على الأمة أو لمن خرج على الناس يريد قتالهم، يريد الفساد، كالمفسدين كقطاع الطرق، هؤلاء تقاتلهم حتى تردهم إلى الشرع. وإلا الحرب ليست أصل، ليست مرغوبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يغزو أول ما يفعل إذا سمع الأذان ألغى الحرب. لماذا ابتلي أو كذلك المسلمون بالحروب؟ 3 يخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، فيضطروا إلى الحرب آخر الأشياء. أما سؤالكم شيخ برهان عن قضية لماذا ابتلي المسلمون، فهي قضية واضحة لقوله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شيخ عبد العزيز، بعض الناس يقول الكفار كفار ومع ذلك يعيشون بأمن واستقرار في بلدانهم. ومن الذي قال أنهم يعيشون في أمن واستقرار؟ من الذي قال؟ ليس الجوع والعطش، ليس مجرد الرؤيا النظرية اللي أنت تراها نعمة وكذا، هذه ليست استقرار. ولهذا أكثر معدلات الانتحار فين؟ عندهم. أكثر معدلات الاغتصاب فين؟ عندهم.
أكثر معدلات الأمراض النفسية وين عندهم؟ أنت يا الفقير اللي تسمى نفسك مبتلى، أنت تعيش في طمأنينة وأمان وتعيش وتصلي وتقوم إلى أن تموت في عمرك، ذلك تجده يقتل تجده. لكن الشيخ عبد العزيز اليوم القوة والتمكين لهم. لماذا؟ هذا أمر آخر شيخ برهان. قضية التمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن هناك أسباب للتمكين، والله سبحانه وتعالى إذا تركت أنت يا صاحب الحق، يا صاحب الراية السليمة، يا صاحب التوحيد، إذا تركت أنت دينك ومصدر عزك وتوليت سلط الله عليك غيرك. حينما جاءت تلك المرأة التي كانت من جنود هولاكو أو أميراتهم، فجاءت أحد المشايخ فقالت: أنتم تزعمون أن نحن كفار وأن الله ليس معنا وأنتم الله معكم، فانظروا ماذا فعلنا بكم. فقال لها: أرأيت الراعي لو أن الراعي معه غنم فهربت ماذا يفعل بها؟ قال: يرسل عليها الكلب يجمعها. فقال: فكذلك نحن خرجنا عن يد الراعي فأرسل علينا الكلاب لتردنا إلى ديننا. يعني كأنه شبهها بالكلاب. نعم، من أجل أن تعود. نعم. طيب شيخ عبد العزيز، إحنا منذ 50 سنة الشعب الإريتري يعاني. يعني منذ فترة مثلا الرابطة الإسلامية والقائد عبد القادر الكبيري وإبراهيم سلطان، وبعدها جبهة التحرير وجبهة التحرير الجبهة الشعبية، وأيضا الأحزاب السياسية كلها عموما، لم يذق منذ ذلك الحين الشعب الإريتري الأمن والاستقرار. توجيهكم شيخ عبد العزيز؟ نحن ذكرنا يعني الشعب الإريتري قاتل وقدم ودفع من ماله واجتهد قدر المستطاع، وحتى الآن لم يحظى بالأمن والاستقرار كما تحظى بقية الدول الكافرة. أين كان حينما كان يقاتل؟ هل كان مع الله؟ هل كان يصلي؟ هل كان يعرف الله سبحانه وتعالى؟ أنا أذكر أني ناقشت أحدهم، كنت أقول له أن هذا أمر، قالت لي: أين كان الله حينما كنا نقاتل؟ هذه مقاتلة تقول هذا؟ نعم، أعوذ بالله، هذا كلامهم. وهل كانوا يصلون؟ هل كانوا يعرفون الله حينما كانوا يقاتلون؟ ليست مجرد كونك تقاتل، هذا ليس. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا له؟ يا رسول الله، من قاتل دون عرضه، ومن قاتل أو من قاتل حمية، ومن قاتل عصبية، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قضية الحمية والوطن هذا مقصوده هو أن تعبد الله سبحانه وتعالى كما تريد، أن تجد الأمان. من قاتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قاتل دون عرضه فهو هذا شهيد. هو في حالة. ما معنى هذا؟ أيوة، أنت الآن ساكن في بيتك أو في بلدك فغزاك أحد مثل ما فعلت إثيوبيا سابقا، فأنت تقاتل الآن ولكن لا تخرج عن دينك. يعني أنت الآن تقاتل، هل تترك الصلاة؟ هل تترك الدين؟ هل تقول أن الله ما نصرنا؟ أن الله لم يكن معنا؟ أنت ابتليت بسبب ذنبك، بسبب تقصيرك، فلا بد أن تعدل مع أخذك بالأسباب. الحرب هذه سبب، الناصر هو الله. يقول الله سبحانه لأنبيائه، قال: إن تنصروا الله ينصركم. ما هي قضية إنك والله مسكت الأسلحة ولا. انظر إلى حروب المسلمين، لم يكونوا في يوم من الأيام أكثر عدة من عدوهم. يعني كأنك تقول يا شيخ عبد العزيز، رغم أنه هيئت لنا أسباب
يعني القوة من الأسلحة ومن أعداد الجيوش، وأن شبابنا وشاباتنا وشعبنا كله بذل جهده في هذا المجال، لكن لم يحصل على السعادة ولم يحصل على الاستقرار ولم يحصل على يعني ارتفاع الاقتصاد، ولا يزال يعاني الشعب من الفقر والجوع والخوف إلى هذه اللحظة. فبالتالي هناك سبب آخر إذن، ليس فقط هو مجرد الحصول على الأسلحة ومجرد الحصول على هناك سبب آخر لا شك. هذا السبب كأنك شيخ عبد العزيز تشير تقول إن طاعة الله عز وجل والاستقامة على دينه وتعظيمه له أثر كبير في حصول الاستقرار، بل هو الأساس. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أعد الآية هذه. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ليت شعبنا يفقه هذا. لو أننا أقمنا كتاب الله سبحانه وتعالى. الناس الآن كلما تناقش ينكرون هذه القضية، قضية أن القضية أنتم تعيشون في زمن غابر وأنتم أنتم ماذا قدمتم؟ أيوة، أنتم ماذا فعلتم؟ أكثر من 40 سنة ماذا قدمتم؟ نعم. هل قدموا لنا الأمن والاستقرار والتعليم والازدهار؟ أنتم ماذا قدمتم؟ حاربتم وجاهدتم وقاتلتم، ماذا؟ في النهاية ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة تشريد الشعب والجوع، وإلى يومك هذا نحن نعاني من الخوف وعدم الاستقرار. مجادلة كارم، فاصل ونواصل. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر على شبكة سلام الإعلامية. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟
إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. مشاهدي الأكارم، عدنا ونسأل الله أن نعود إليه سبحانه وتعالى. شيخ عبد العزيز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. وجور السلطان عليهم. أعيد هذا المقطع: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. أعيد هذا المقطع أيضا: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. انتهى الحديث. تعليقكم شيخ عبد العزيز على هذا الحديث الذي المفترض كل إريتري يجعله على باب منزله، بل كل مسلم، بل كل مسلم. لكن نحن نتكلم عن قضيتنا الإريترية. نعم أنا يعني هناك دول إلى حد ما مستقرة يا شيخ عبد العزيز. هناك شيخ، احنا نعاني من حروب ثم حروب ثم تشريد ثم انتهاك ثم أبناءنا غرقوا في البحار ولا يزالون يهربون ويهاجرون. المشاكل تتوالى علينا. نتكلم من منظور شرعي. لماذا سلط الله علينا هذه الأمور؟ لماذا؟ الآن انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر لك 5 أشياء، 5 أشياء كلها مهلكات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فشت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها. انظر، قضية الإعلان مسألة، وقضية المعصية مسألة. وقضية المعصية قال: ما فشت الفاحشة. أول شيء بدأت بالفشو، بالانتشار، نسأل الله العافية والسلام. ثم أعلنوا بها. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الحديث الآخر؟ مثل كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فبدأت الآن، يعني لم يكتفي الناس بإشاعة الفاحشة بل بدأوا يعلنون بها. فماذا كان عقابهم؟ ابتلوا بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، أمراض إيدز، هربز، مش عارف كذا كذا كذا، كلها بل بعضها أو كثير منها لا علاج له إلى الآن. وكلما قربوا من شيء ليعالجوه جاءهم مرض جديد لم يعرفوه. القضية قضية الله. أنت الآن عبد لله جل وعلا، خلقك هنا لتعبده، خلقك لتعبده، ما هو بكيفك تمشي. أنت عبد، شئت أم أبيت، ألحدت أم آمنت، أنت عبد رغما عنك. والعبد لله هي معزة يا شيخ عبد العزيز، ليست مذلة. بس فرق الآن. لماذا ليست قضية أنها مذلة؟
أقصد من ناحية أن أنك العبد أنت لست حر. أيوة تمشي على كيفك في الحياة. نعم. لا. ما في شيء اسمه أنا إنسان، هذه حريتي الشخصية وأنا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيوة. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق الآن فسوى؟ مثلا إذا الآيات. ضربنا مثلا في العبودية، الآن الإنسان اللي يكون عبد عند سيده هل تجده يمشي بكيفه ويروح ويطلع؟ ما في. بخلاف السيد يسافر وكذا. فأنت بل الإنسان نفسه في الدول إذا لم يلتزم بالقوانين أيوة. تؤدبه الدولة. نعم. بالسجن وربما الإعدام بحسب قوانينه. بحسب قوانينه. فكيف بهذا الكون؟ أيوة. إذن أنت يظنون أن الله يخلق هذا الكون وليس فيه قانون. كيف؟ وليس فيه خالق. أي نعم. لا، يؤمنون بالخالق لكن يريدون يمشون على كيفهم. إيش هذا الكلام؟ ما يمكن. ما يستوي. ما يمكن. لا، هذا لا يمكن ينطبق على ذات إلهية عظيمة حكيمة. جاء رجل إلى أحد العلماء فقال له: يا شيخ والله أنا ما أستطيع، ماني قادر، أريد أن أعصي يعني. قال له: ما عندك مشكلة، أعطيك شروط وأعصي الله. طلب معصية. قال: ما تريد يريد أن يعصي الله. أيوة. نعم. خلاص أنا أعطيك شروط وبعد كذا بكيفك. تمام. قال له: أول شيء لا تأكل من رزق الله. قال: يا شيخ كيف ما لا أكل من وين يعني؟ قال: طيب هذا أول شرط ما قدرت عليه. قال: لا تسكن في أرض الله. قال: وين نروح؟ ما كل الأرض لله. كل الأرض لله. والأرزاق كلها من عند الله. والأرزاق من عند الله. الأرزاق من عند الله. الإنسان يأكل يشرب من الله كل شيء من ويعيش في أرض الله. باقي الثالثة. بقي الثالثة نسيتها وهي. وأنا أذكرك. وأنت. وهي أنك افعل ذلك من غير أن يراك الله. أيوة أحسنت. اختبئ. ألا يراك الله، اختبئ من الله جل وعلا. نعم. فقال: وأين نختبئ من الله؟ من الذي يختبئ من الله؟ إذن أنت كيف تريد؟ إذن ما لك في المعصية. إذن ليس لك في المعصية. لا بد أن تعرف أنك خلقت لأمر، لذلك أنا أتذكر شيخ عبد العزيز لأمر معين، فلا بد أن تستجيب لله جل وعلا. أسمع هذه الآية وفسرها لنا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. هذه تتكلم في صلب الموضوع اللي أنت تتكلم فيه. سبحان الله. شوف الآن إن تكفروا، هذه قوانين العبودية. أيوه. الله سبحانه وتعالى وجهك بتوحيد. أنت عصيته وكفرت، الله ما يرضى كفرك. نعم. ولكن سيعاقبك سواء في الدنيا أو في الآخرة. نعم. أحيانا يا شيخ برهان يظن الإنسان العقاب، يعني أن العقاب الدنيا وهو مجرد أن يحصل لك حادث أو تموت أو حرمانك الإيمان. أيوة. حرمانك الإيمان، حرمانك الطمأنينة. أنت والله العاصي، شفت العاصي المسلم ما يجد طمأنينة في قلبه، فكيف له أن يعيش أصلاً؟ والله العظيم فعلا حرمان الإسلام عقوبة شديدة. شوف الآن حتى الذي يصلي أن يحرم الخشوع، يصلي 40 سنة وكذا وهو ما يدري وش صلى، ولا غيرت فيه الصلاة شيء، ولا نهته عن فحشاء ولا نهته عن منكر. هذا حرمان في حد ذاته. هذه من الأشياء ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. شوف هذا حرمان. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. نقلب أفئدتهم وأبصارهم يعني نجعلهم حيارى ما يعرفون الحق من الباطل. السبب قال لك كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إذن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تفسير الآية هذا يعني ظهور الفساد، ظهور المشاكل، الفساد الدنيوي اللي أنت تراه، يعني الحروب من الفساد، الجوع. الآن هذا الزمن من ما يشتكي من الغلاء. حتى الناس اللي أوروبا الآن، شوف الآن أوروبا، اتصل على بعض الإخوان هناك يقولون نشتكي من الغلاء اللي كانوا الأمور بدأت تغلى. لا يوجد الآن الحرب الروسية الأوكرانية سببت أزمة عالمية،
في أوروبا الآن تخشى الشتاء. سبحان الله، ما الشتاء كنا سيأتي. نتصور الشقراء أنها تهاجر، أيوة، ما كنا نتصور. شفت الآن الشتاء آتي، وأوروبا تخاف من البرد الذي كانت تتدفأ بغاز روسيا منه. أليس هذا من البلاء؟ بلاء. أليس هذا من البلاء؟ بلاء. يعني الغلاء الذي أصاب الناس الآن في أي بلد تذهب غلاء فاحش، كله من آثار هذه الذنوب. وأيضا في النقطة الثانية نفسر هذا الحديث. يلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أنقصوا المكيال والميزان إلا يبتلوا بالسنين. السنين قلة الأمطار وشدة المؤونة اللي هو الغلاء اللي أنت تراه، بل أحيانا ما تجد أنت. هل هذه موجودة في بلدنا؟ الجوع موجود. ما في بلد ما في هذه الأشياء الآن والله وزيادة علينا في البلد هنا. هذا موجود. وشدة المؤونة موجودة. وجور السلطان موجودة. وجور السلطان. اجعل هذه الخطوة. جور السلطان، الناس تمشي منذلة ما تستطيع، حتى أحيانا أنت ما عندك أي مشكلة مع الحكومة وتسمع وتطيع وتخاف. طيب يا جماعة، أنا ماشي على قول زي ما يقول، أنا ماشي على عجين ما لخبطوش، إيش المشكلة؟ يبتلوك بشيء، يتهموك بشيء وكذا، في كل البلدان هكذا. يعني هذه عقوبة من الله، لا شك. ولو تبنا منها رفع الله عنا هذا البلاء. المكيال دقيقة بعزيز. نعم. أنا أبغى الناس تكون معنا واعية أن المعصية لها أثر في البلاد، لها أثر في البيت، لها أثر في نفسك، لها أثر في زوجتك، لها أثر يا جماعة، لها أثر. أريد فعلا أن الناس تحيا هذا الموضوع. ليش إحنا فقراء؟ ليش إحنا وضعنا صعب؟ ليش أبنائنا في السجون؟ ليش؟ لأنك أنت بعيد عن الله. إذا رجعت إلى الله مكانك. هل نحن مجرد أن نتوب في بيوتنا ونصلح أسرنا، الأسر تصلح والأحياء تصلح، هل ممكن يصلح الله بلدنا؟ على المستوى شيخنا، على المستوى الفردي، أنت فلان من الناس، سين من الناس، تشتكي الفقر، تشتكي ضيق، مشاكل الأوراق، مشاكل كذا، أول حاجة تفعلها أن تستقيم على طاعة الله. يا شيخ برهان، المشكلة كثير من الناس لا يربطون الانفراج بالاستقامة. أيوة، هذه المشكلة، هذه المصيبة. يعني مثلا يقول لك أنا بصلي وصوم، طيب أنت الآن تشاهد المسلسلات الفاجئة وتسمع الأغاني وتفعل المنكرات، أنا لك ويظن أن هذه ليس لها أثر، ولا يظن يعني أن هذه ليس. أنا والله أتعجب وأنت تتكلم شيخ عبد العزيز، ذكرت أن الدعوة إلى الحجاب والاستقامة والستر للمرأة تظنها أنه رجعية، أو تقول أن لا تتشددون في هذا كثير، أو تقول أنها حرة. أيوة، تقول أنها حرة وتلبس ما تشاء وتمشي ما تشاء. هذه المرأة هي التي ابتليت بالهجرة على قدميها، وانتهك عرضها في ليبيا، وانتهك عرضها في السودان، وذهبت أيضا إلى أوروبا وقتلت أيضا في أوروبا. مش كده ولا لا؟ نعم. ولو كانت جلست في بيتها وتسترت وصبرت. أنا أتكلم عن عموم النساء الإريتريات، عموم، لا أحدد أحد. ولكن للأسف قناعات الناس بما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة. اشرح الحديث سريعا لأنه ما بقي لنا وقت. طيب. ثم قال زكاة المال. إذا زكاة المال منعته أصابك الله بماذا؟ بماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرني. قال وإن منع القطرة من السماء. أيوة، منعت القطرة من السماء. القطرة من السماء تحيا به الأرض، ترزق وتؤتي، يعني الأرض بلا ماء لا تسوى شيء. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. أيوة، ولولا البهائم لم تمطر. لأجل هؤلاء البهائم رحمك الله وأنزل لك المطر. ثم قال وبعدها نقض العهد. ولم ينقضوا العهد وعهد الرسول، عهد الله وعهد رسوله، إلا ابتلوا، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. ولم يأخذ كمان كل أموالهم، لم يأخذ كل ما
أخذ بعض أموال لأنهم نقضوا عهد الله وعهد رسوله، وهذه مسألة دقيقة. عهد الله وعهد رسوله: يا ابن آدم أنت عبد لله شئت أم أبيت، وأنت خلقت هنا لأمر معين على رغم أنفك، إما أن تستقيم وإلا فتحمل يعني البلايا. المقصود بعهد الله هنا يا شيخ عبد العزيز داخل فيه العبودية لله وشرعه، لا شك. هذا هو. وإذا أخذ الله ميثاق، الله سبحانه وتعالى مش أخذ، وإذ أخذ من أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نصيحتكم للشعب الإريتري المسلم: التوبة إلى الله، التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. والله إذا عدت إلى الله فتح الله لك كل الأبواب، يعطيك، هو المالك، هو الرازق، هو المعطي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا. مشاهدينا الكرام، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من الحروب وسفك الدماء، ونسأل الله تعالى أن يحفظ شعبنا الإريتري. نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من الحروب، وأن يصرف عنا البلاء، فإن هذه الحروب كما ذكر الشيخ عبد العزيز هي بسبب ذنوبنا ومعاصينا، ولذلك يبتلينا الله بالحرب تلو الحرب من أجل أن نعود إليه. فإذا كان يعني كل المصائب تنزل إلينا ولا ننتبه ولا نعود، مصيبة كبرى صدقا، يعني مصيبة عظمى إذا كنا نبتلى بالمصائب بعضها فوق بعض ولا نرجع ولا نتنبه. لذلك لعلهم يرجعون. هذا هو الهدف من تعاقب المشاكل علينا، والحل بسيط: أن نرجع إلى الله وأن نتوب إليه وأن نطبق شرعه على الأقل في بيوتنا وأسرنا. ما استطعت أن تطبقه في الحكومة والدولة طبقه في بيتك، طبقه على نفسك، استقم يا أخي وتب إلى الله. مشاهدينا الكرام، كنا في حديث الماضي موضوع كبير يحتاج أن نتحدث عنه يوميا، نتحدث عن هذا الموضوع يوميا، لأن البلاء فينا يوميا. لذلك نحتاج أن نذكر أنفسنا، والذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. أتقدم باسمكم جميعا بالشكر الجزيل للشيخ عبد العزيز عطا وللإخوة العاملين في الكنترول، والشكر موصول لكم مشاهدينا الأكارم، والله يحفظكم ويرعاكم. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل